الغاز. تسريب الغاز يا باشمهندس لو حصل في بيت انت ما بتشمش ريحته، انت بيحصل لك تسمم. وده بالفعل حصل مع حد صديقي ليا من فتره. كان هو لسه عريس وكده، ففي شويه تجهيزات في البيت وكده. بعد تقريبا اسبوع يا هندسه جاله تسمم هو ومراته. ولولا ان هو كان قاري عن الموضوع من فتره، هو اللي شخص نفسه وطلع جري على المستشفى قال لهم يا جماعه انا عندي تسمم غاز. هو ما كانش لا شم ريحه ولا اي حاجه، فضل ان هو ايه يحصل مشاكل في بطنه هو ومراته وكده. فهو اللي شخص نفسه بان وكل ده من غير ما يشم ريحه الغاز، ما فيش اي ريحه غاز موجوده في البيت. فدي من الحاجات اللي احنا بننصح بيها دايما عندنا في شركه ال في. يعني منتج بسيط جدا بتاع HDL سنسور بيركب في المطبخ او في الاماكن اللي فيها غاز، يقدر يديك نوتيفيكيشن او يعني اشعارات، يفتح شباك لو لا قدر الله حصل ديتكشن، يعمل لك سرينه فيه. هو ده فيه بيلت ان برضه سرينه.